أمام مباراة كبيرة هنا. الشعور والأجواء وهذا الشحن يخلينا متحمسين لهذه المواجهة. انطلقت المباراة. برشلونة في مواجهة برشلونة. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. أغويرو. لويس سواريز لاعب قادر على فعل كل شيء في الهجوم. مهاجم صندوق قوي ويعرف كيف يواجه الدفاع. عنده طاقة وحيوية كبيرة في الملعب أيضا، وهذه الصفة مهمة. ولا ننسى أنه يمتلك الفنيات والسرعة المطلوبة في المهاجم أيضا. عندما يلعب في قلب الهجوم لا يمكن إيقافه أو تحديه بسهولة. برد فعل سريع هنا يقطع الكرة. انطلق بعيدا. قوية من أغويرو. بوم. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ أغويرو. يا عيني على اللقطة، على الإبداع، على المتعة، على روعة هذا الهدف. والتسديدة جميلة في المرمى بكل روعة ودقة. عندما تسدد كرة بهذا الشكل في المرمى لا أعتقد أن هناك حارس مرمى قادر على إيقافها. أوه. المباراة تبدأ ب1-0. الهدف المبكر يجعلنا متحفزين لكرة قدم ممتعة هذا اليوم. هدف ربما يكون غير متوقع لكنه بالتأكيد راح يمنحنا متعة أكبر في هذه المباراة. برشلونة يحصل على الركنية الأولى في المباراة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم. أليخاندرو بالدي. جميل الكرة. قطع الكرة بكل روعة. دي ليخت يبعد الكرة. توتي. ويزلي سنا. صدمت الكرة في العارضة. يتخلص من الكرة هنا. يلعبها عرضية. تشتيت الكرة. محاولة أخرى لا تمر. البينية لم تكن مميزة لتمر من الدفاع. سجل هدف وحيد في هذه المباراة وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. قوية من باتيستوتا.
تصدي رائع جدا من الحارس، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. أغويرو يبعدها، كرة تعدي الخط ورمية تماس. تدخل غير عادي ويقطع الكرة، يبعدها عن مناطق الخطورة. تمريرة خلفية والمحاولة الأولى مرة أخرى. حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. الركنية رقم 2 بالنسبة لهم. كاسياس، خطيرة، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. الركنية الثالثة لهم في اللقاء. كارلس بويول، قذيفة قوية، تسديدة قوية لكن تفتقد إلى الدقة. أعتقد أنه كان يتخيل نهاية أخرى غير اللي شفناها أمامنا في الصورة. لم تمر التمريرة، ضاعت الهجمة. إلى أين هذه التمريرة؟ تمريرة كانت سيئة للأمانة. تمركز سليم لقطع الكرة. أكانجي يشتت الكرة بعيدا. رونالدينو غاوتشو يجب أن يسدد الآن، خطيرة والكرة في المرمى تشعل الأجواء. روعة روعة روعة، حماس كبير في المدرجات، فرح كبير لدى المشجعين. برشلونة سجلوا هدف التعادل الآن. تغلب على مصيدة التسلل بشكل رائع للغاية. التمريرة جميلة، الانطلاقة رائعة، والنهاية كانت مثالية. مباراة مثيرة مع التعادل القائم الآن. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب. فرصة الآن، الله يا ولد يا ولد يا ولد، لقطة غير عادية بالتخصص. هذه هي طريقة الفريق، اسلوب يعتمد على المرتدات. وهنا ينتهي الشوط. هذه مباراة مثيرة، ومن الممتع أننا هنا نتابع أحداثها، وبالتأكيد نتطلع لما سيحدث في الشوط الثاني. حان الوقت الآن لكي نهدأ قليلا بعد الشوط الأول. حماس ارتفعت مع دقات القلوب. 45 دقيقة من المتعة لم نشعر بها وهي تمر بسبب الجودة الكبيرة والأداء الممتع من الفريقين. هذه هي نتيجة الشوط الأول من المباراة، وسنعود مع انطلاقة الشوط الثاني. عودة إلى الملعب والشوط الثاني. في هذه الظروف يجب أن يلعب الفريق بتوازن في الأداء، لأن الاندفاع نحو الهجوم قد تكون له نتائج عكسية. أكانجي يبعد الكرة، يستعيد الكرة مرة أخرى. رايس، أكانجي يتدخل في الوقت المناسب.
دفاع يشتت الكرة. توتي والتسديد. كارلس بويول عين على الكرة دائما هنا، يبعدها عن مناطق الخطورة. برشلونة أكيد يبحث عن أفضل توقيت ممكن لاستخدام التغييرات. برشلونة عرف كيف يستعيدها سريعا، عرف كيف يهرب من الرقابة. دفاع رائع هنا بكل ثقة، سقط على الأرض لكن لا احتساب لخطأ هنا. أكانجي دافع ميسي لوحده أمام الحارس، إبعاد الكرة بكل قوة. ساكا، أليخاندرو بالدي، إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة. تدخل رائع، كان عليه أن يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. فيرون، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير، كان يريد أن يلعب الكرة البينية لكنها ضاعت. ينجح الدفاع في إبعادها. تدخل كان في توقيت رائع، نجح في إيقاف مرور الكرة. تدخل هنا بكل قوة من أجل الكرة، تروح الآن جميلة خلف الدفاع. أغويرو، لا بعيدة جدا على المرمى. أغويرو يعتمد على المرتدات بشكل رائع جدا.